كيف الحال؟ رجعنا لكم هالمرة بأكلة شامية هي الششبرك. رح نمد العجينة كتير منيح ونحط طحين على قالب الششبرك ونحط الطبقة يلي مديناها ونعبي لحم بكل حبة. اللحم اللي بنستخدمه لحم عجل بلدي، ومدينا الطبقة الثانية وفردناها على اللحمة، حطينا طحين كبسناهم على بعض، وهيك بتقدروا انكم تفكوا كل حبة بحبتها. بس احنا بنستخدم هذا الجهاز ليسهل علينا الشغل. شوفوا ما أحلى الحبات كيف كل واحدة بتشبه الثانية. فكيناهم ورتبناهم ووديناهم للتغليف وبعدين التفريز. طيب كيف طريقتنا بعمل عجينة الششبرك؟ هي عبارة عن طحين وملح سمنة ومي. ولا تنسوا دايما متوفر عنا من ضمن التفريزات أكلات الششبرك والكبة ورولات المسخن واليلنجي وغيرها الكتير من التفريزات. احنا منشغل العجانة لحتى تختلط المكونات ببعض، وبس نحس انه العجينة بلشت تتماسك وتصير بهالقوام بنتركها لحتى ترتاح. طبعا لازم تكون شوي شادة وماسكة على بعض علشان ما تكون مرقة وتفلت معانا. وهالأكل الغالي على قلبي سكبناها وغدانا اليوم ششبرك، وصحتين وألف عافية.